محمد منير ساب نجلاء بدر قبل كتب الكتاب بكام يوم، وناهد السباعي جالها عقدة من الجواز. إعلامية هربت يوم فرحها وقالت مش هتجوز. من أشهر النجوم اللي ما كملوش جوازاتهم كانت الفنانة ناهد السباعي، واللي حكت بعد فترة خلال برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي عن تفاصيل اللي حصل وهروبها قبل يوم من فرحها في العين السخنة. ويمكن السبب الأساسي هو إنها بتعاني من عقدة نفسية، وده خلاها بعدين تدخل في حالة من الانهيار والبكاء. أما عن تفاصيل هروبها من فرحها، حكت إنها قالت لمامتها إنها مش مرتاحة بسبب ظهور بعض المشاكل، وقالت بالظبط حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا، بس حسيت إن المشاكل دي ما ينفعش أعيش بيها في حياتي، وكان عندي أمل ما كنتش فاهمة، بس تيقنت من استحالة إن الشخص يتغير دون إرادته. وغير ناهد السباعي كتير ما يعرفوش إن الفنان محمد منير هرب من كتب كتابه على نجلاء بدر، وده اللي حكيته في برنامج أنا وأنا. نجلاء بدر قالت إنها اتفاجئت بمحمد منير بيطلب منها الزواج دون مقدمات وقت اتصالها بيه عشان تعمل معاه مقابلة تلفزيونية لما كانت مذيعة في قناة MBC. ووقتها خافت نجلاء بدر من فكرة الرجالة الخاينة، لكن وافقت بعدين وقالت قال لي هنفرش البيت من ألمانيا، وإن عنده أرض في أسوان هيبني عليها فندق، وبفتقد البيت والأسرة في حياته. وبعدها بيومين خدني عشان يعرفني على أهله، لكن يا فرحة ما تمت. قبل 6 أيام من كتب الكتاب اختفى محمد منير وما بقاش يرد على التليفون ولمدة أسبوع. ووقتها محمد منير قال لنجلاء بدر أنا حاسس إن أنا هظلمك معايا، أنا أكبر منك وإنتي ممكن تاخدي فرصة أحسن مني. أما بقى من أشهر الحكايات اللي حصلت ما بين محمد رشاد ومي حلمي، واللي اتكلمت أكتر من مرة عن عدم استكمال فرحها في المرة الأولى بعد ما رشاد ما ساب لها الفرح، وقالت وقتها هو ساب لي الفرح ومشي، هو جاي محدد من بالليل إن في حاجة كانت غلط، أهله مش موافقين على الموضوع. أما حكاية الإعلامية سما أحمد مختلفة، واللي قررت تفكر في الجواز عشان تراضي والدتها المريضة، وقالت خلال تصريحات تلفزيونية والدتي تعبانة من فترة وجات لها جلطة، والستات المصرية لما بيتعبوا بيحبوا يطمنوا على بناتهم، فقالت ليا يا سما عايزاكي تتجوزي فلان، فقلت لها حاضر لأني عايزة أريحها وتبقى مبسوطة. ووقتها سما ما كانتش تعرف خطيبها، واتفقوا على الجواز، وقالت يوم الفرح سبحان الله المأذون اتأخر، ولما المأذون جه وبيكتب القسيمة قمت قلت له قدام الناس انت شخص محترم وجميل وفيك كل الصفات الحلوة، أنا أسفة أنا مش قادرة أكمل. وما بين قصص الهروب الغريبة اللي حكته نضال الأحمدية عن علاقة جمعت أحمد عز وممثلة لبنانية لمدة 6 سنين، لكنه قفل تليفونه فجأة يوم الخطوبة وخلع، وما ظهرش غير بعد كام شهر لحد ما الموضوع ما اتقفل.